أنا فترة طويلة وقفت معي، الله يعطيك العافية. سمو الأمير، أنتم الآن في الصدارة، ما هو المطلوب منكم حتى تحافظون على هالصدارة؟ ان احنا نحترم الفرق اللي نلعب معها، خصوصا انها تستحق الاحترام. فريق الفتح فريق جيد ومتميز وعنده مدرب جيد ولاعبين ممتازين وإدارة أيضا مهتم بالفريق. واخر مباراة لو لاحظنا قدر انه يخسر النصر نقطتين ايضا، فينبغي ان احنا نلعب مع الفتح وكذلك مع الفيصل بكامل قوتنا وكامل الاحترام لهم، علشان اذا ربي اكرمنا واخذنا 6 نقط حيكون وضعنا مريح جدا قبل توقف الدوري يعني. طيب سمو الأمير، التوقف الدوري قريب، فترة الانتقالات الشتوية أيضا قريبة، هناك بعض الأمور الإدارية والفنية حول فترة الانتقالات الشتوية، هل حتى الآن أنتم حسمتم أمور معينة ولا حتى الآن تدرسون ملفات؟ من المعروف انه فترة التسجيلات تبدأ في 1 يناير واخر مباراة لنا يوم 23 يناير، فعندنا يعني احنا من الآن قاعدين نتحرك طبعا، بس قاعدين في مرحلة تقليص خيارات من سيأتي مهاجم. إلى الآن احنا ما عرفنا هو مين بالتحديد، بس هو بين 7 أسماء. نقلص خياراتنا وفق إمكانياتنا المادية وفق حاجتنا الفنية. طبعا اللاعب هذا إذا جاء حيروح مكان لاعب من اللاعبين الأربعة اللي موجودين. أيضا نفاضل بين العروض المقدمة للاعبين وأيضا يعني حاجة المدرب الفنية المين من اللاعبين الأربعة، يعني عنده استعداد يتخلى عن مين. فعشان كذا ما أقدر أتكلم عن شيء تحديدا الآن. طيب سمو الأمير، هل إيقاف الكابتن فيصل الجمعان هو من عجل ببحثكم عن مهاجم محلي، ولا النية هذه كانت موجودة قبل الإيقاف أصلا؟ لا، أنت تعرف العام ما كنا نحتاج مهاجم، لأنه كانت طريقة اللعب اللي جايين من ورا هم اللي يسجلون الأهداف، فكان ياسر لحاله أو عيسى لحاله كان مثلا الشلهوب هو هداف الدوري. المدرب الآن طريقته تختلف، يعني يرغب في أنه يلعب 4-4-2، يرغب أنه يكون في مهاجمين، واحد مثلا يعني يا ياسر يا عيسى يا وليد وجنبه مهاجم أجنبي، فاقتضت طريقة تغيير اللعب وحاجة الجهاز الفني إلى مهاجم، نحن نجيب مهاجم. أنباء أيضا تتحدث سمو الأمير بأن الهلاليين ربما يبدأون بالضغط على لجنة الانضباط فيما يتعلق بالاتحاد. لن أستطيع أن أفسر في هذا الموضوع إلا منك أنت شخصيا. هل بدأنا بضغط؟ احنا ما سوينا ولا شيء، احنا قاعدين نستنى ونتفرج زينا زي غيرنا، واحنا عندنا ثقة في اللجان كلها انها تؤدي عملها على أكمل وجه، ولا أبغى أضغط على أحد ولا أحد يضغط علينا. طيب سؤال أخير سمو الأمير، هل دخلتم في مفاوضات عبد الله شهيل أم لا؟ ما يمكن ندخل في مفاوضات مع عبد الله شهيل لسبب بسيط، انه هذا غير نظامي، ما دخل فترة 6 شهور، يعني غير نظامي وغير مسموح انك تدخل في مفاوضات معه، واحنا ما حندخل ولن ندخل في مفاوضات مع عبد الله الشهيل طالما هو فترة 6 شهور. ولكن انا اقول اي لاعب يحتاجه الهلال بغض النظر عن الشهيل، اي لاعب يحتاجه الهلال والهلال في حاجته اذا دخل 6 شهور حنفاوضه زينا زي الانديه الثانيه. اذا ما في حاجه اسمها والله احتراما للرئيس النادي الفلاني او كذا، هو احتراف. احترامنا للبلطان والشبابيين لا يعني لا تشوبوا شائبه، احنا نحترمهم ونحترم الاخوان في الشباب، بس انا اتكلم بشكل عام. وايضا اللي انا ابغى اقوله انه هي المساله لو انا ما دخلت في مفاوضات مع اي لاعب، هل هذا يضمن انه الانديه الباقيه لن تدخل؟ منافسه متاحه للجميع، وهذا سيحدث للهلال مستقبلا، سيحدث للنصر، سيحدث للاتحاد، للاهلي، كل النجوم. يعني كل الانديه حتمر بنفس ما يمر به الشباب الان، وهذا يعني طبيعه نظام الاحتراف. هل سر عوده ياسر السريعه فقط لانه لاعب كبير ام هناك امور اخرى؟ اعتقد انه يعني التوفيق من رب العالمين، اولا لانه لاعب كبير، ولانه كان مصاب في اول الموسم وعمل عمليه ويعني كان راجع من عمليه وما كان في كامل جاهزيته. كل الاسباب هذه ادت انه يعني ياسر احيانا ما يكون ياسر اللي احنا عارفينه، بس هو الان ما شاء الله لا قوه الا بالله تعافى واصبح ما شاء الله يعني كل مباراه على التسجيل، الله يديم عليه ذلك ويعافيه ويبعد عنه الاصابات وعن جميع اللاعبين. فاعتقد انه ياسر يبقى هو ياسر قحطان. تخافون من الفرق الطامحه وليست الصغيره طبعا، الطامحه. اللي يبغى يفوز بالدوري لازم يفوز على فرق المتوسط وفرق المؤخرة لكي يسمح لنفسه بالتفريط في النقاط مع الفرق الكبيرة. لاحظ اني قلت لك اخر سؤال وسالت 3 بعدها. شكرا سمو الامير. شكرا جزيلا. شكرا الامير عبد الرحمن بن مساعد، عذرا على الاطاله زميلي مشعل، عوده لك في الاستوديو. شكرا.